السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات مطبخ بيتي. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم، وضمن الوصفات المقترحة لشهر رمضان الفضيل، غادي نشارك معكم بطبوط بطريقة اللي هي مختلفة وسهلة، ما فيهاش كثرة العجن والدلك، كيجي ولا أروع، وبحشوة اللي لذيذة كتزيد البطبوط السريع ديالنا لذة ومذاق، مع تحلية اللي كتجي رائعة شكلا ومذاقا وسهلة التحضير. مقادير اللي في متناول الجميع. كنتمنى من الله الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تدعموني بلايك، وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه مرحبا بكم، ديروا ابوني، والاهم انكم تفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. ما نطولش عليكم وندوزو مباشره للمقادير وطريقه التحضير، وعلى بركه الله. في واحد المقله غادي نوضع فيها القليل من الزيت، ونزيد عليها بصله كبيره اللي شلطتها رقيقه بهذا الشكل، نديها ونجيبها في المقلاة، وغادي نضيف عليها معلقه صغيره ديال الملح، ونصف ملعقه صغيره ديال الفلفل الاسود او الابزار، وغادي نمزج الكل جيدا. وملي تبدا تدبل لينا البصله بهذا الشكل، غادي نضيف عليها القليل من الفلفله الحمراء والصفراء، واللي قطعتهم قطع صغير على هذا الشكل. غادي نبدا كنقليهم حتى نلاحظ ان دخلهم الطياب، وغادي نضيف عليهم مباشره 500 غرام ديال صدر الدجاج او الديك الرومي اللي كتفضلوه نتوما، واللي قطعته شرائح طويله على هذا الشكل هذا. غادي نخلط المكونات كاملين مع بعضها، ونخليهم على نار اللي تكون مرتفعه مزيان حتى يتشحروا وينشفوا لينا تماما من الماء، باش ما يجيناش الحشوه ديالنا باسله وتبقى لينا غير زويته على هذا الشكل هذا. غادي نستمر في التحريك حتى نلاحظ ان القطع الدجاج ديالنا طابوا. غادي نطفي عليهم مباشره النار، وغادي نضيف عليهم علبه ديال المايس او الذره، وغادي نمزجهم مع بعضهم بهذه الطريقه هذه، ونضيف عليهم القليل من الفرماج محكوك. انا اكتفيت غير بالموتزاريلا فقط، ما ضفتش هذه المره الفرماج الاحمر. وغادي نمزج المكونات كاملين مع بعضياتهم حتى نلاحظ ان الفرماج بدا كيذوب ليا وينسجم مع الحشوه ديالنا، باش يعطينا هاد التعليكه اللي كتجي غزاله في الحشوات. على هاد الطريقه هذه غادي نحيد المقلاة من على النار، وغادي نخليها جانبا، وندوزو مباشره لتحضير التحليه ديالنا اللي غنحتاج فيها 2 د العلب كبار ديال الصابلي اللي غنطحنهم حتى يوليو على هذا الشكل، ونضيف عليهم 2 معالق نتاع الزبده المذابه، من الاحسن تكون زبده حيوانيه، ونمزج الخليط كله جيدا حتى البسكويت يتلبس لينا بديك الزبده. وغادي نستمر في التحريك ديالو بهذه الطريقه هذه حتى نتحصلوا على البسكويت ديالنا بهذا الشكل. غادي نديرو كميه اللي تكون معقوله في الزليفات ديالنا اللي غادي نقدموا فيهم التحليه بهذه الطريقه هذه، وغادي ناخذوا واحد الملعقه، وغادي نبداو كنبسطوا لهم السطح ديالهم حتى يولي املس، ونخليوهم على جنب، وندوزو مباشره نحضروا الكريمه ديالنا اللي غادي نحتاجو فيها. يطرو ديال الحليب اللي غادي يكون بارد غادي نوضعوه على النار في واحد الاناء، وغادي نضيف عليهم معلقه كبيره نتاع السكر، ونزيد عليهم ساشيه ديال الفاني، و4 ديال المعالق ديال النشا، ونخلطوا كلشي المكونات مزيان باش ما ينزلش لينا النشا للاسفل ويتحرق لينا. وغادي نستمروا في التحريك حتى يبدا كيتقال لينا الخليط على هذا الشكل هذا. غادي نضيف عليه علبه من دانون كراميل، ونمزجوه مزيان معاهم حتى يعقد لينا الخليط على هذا الشكل هذا. نزولوه فوق النار، ونصبوه على البسكويت ديالنا في زليفات نتاع التقديم بهذه الطريقه هذه حتى نساليو الكميه كامله اللي عندنا، وغادي نوضعوهم على جنب حتى يتماسك لينا الخليط، وندوزو مباشره نحضروا الطبقه الثالثه اللي غادي نحتاجو فيها كاس نتاع الماء بارد، نوضعوا فيه ساشيه نتاع الفلون كراميل، ونمزجوا الكل جيدا على هذه الطريقه حتى نشوفوا الخليط ديالنا بدا كيغلي، وناخذوه ونصبوه فوق الطبقه الثانيه على هذا الشكل هذا، ونخليوه حتى يبرد تماما. عاد ندوزو للتزيين، وندوزو مباشره باش نحضروا البطبوط ديالنا اللي احتاجيت فيه الخبز ديال الطوست.
غادي ندهن له الجوانب ديالو بالقليل من الدقيق اللي خلطته بالقليل من الماء على هذا الشكل، ونوضع عليه الشريحه الاخرى ديال الطوست، وناخذ دلاك ونبقى كنضغط على الشرائح بهذا الشكل هذا باش يلتصقوا بعضياتهم وما يتحلوش لينا اثناء الطهي. غادي ناخذ واحد القطاعه، انا هذه اللي توفرت عندي، غادي نضغط على الخبز ديالنا جيدا حتى يتقطع لينا كليا، ونحيد دوك الزوائد اللي كيتبقى لينا حتى نتحصل على دائره على هذا الشكل. وغادي ناخذ معكم شرائح اخرى نكرروا عليها نفس الطريقه، غير ناكد عليكم انكم تضغطوا عليها مزيان مزيان بالدلاك وتوليو تقطعوها مزيان بديك القطاعه باش ما يتحلوش لينا ملي نكونوا كنطيبوهم. وغادي نستمروا بهذه الطريقه هذه حتى نساليو الكميه كامله نتاع الخبز اللي عندنا. وغادي ناخذ واحد الاناء وغادي ندير فيه 4 البيضات اللي خفقتهم مع القليل من الملح وبودره الثوم والفلفل الاسود، وغادي نغطسوا فيه الخبز ديالنا مباشره. غادي نديروه في لاشابلور اللي كنحضروه بالكومير اللي يبستو في الفران وحكيتو على هاد الطريقه هذه، ونوضعوا الخبيزات ديالنا على مربعات من ورق الطهي اللي حضرتهم على هذا الشكل باش ما يلتصقوش لينا مع بعضياتهم ملي نكونوا كنخدموا الكميه المتبقيه. ونستمروا على هاد الطريقه حتى نكملوا كاع الكميه اللي عندنا نتاع الطوست، وندوزو مباشره باش نوضعوهم في مقلاة اللي كنا درنا فيها الزيت وسخناها من قبل جيدا على هذا الشكل هكا. وضروري خص تكون الزيت بكميه كثيره باش يجي الشكل ديالهم زوين منين يطيبوا. وغادي نستمر في وضع الخبيزات في المقلاة على هذا الشكل هذا. انا المقله هزات ليا 4 تاع حبيبات هكا، وغادي نبداو كنقلبوا فيهم باش يتفرقوا على بعضياتهم دوك الشرائح نتاع الطوست باش ملي نجيو نعمروهم يتحلوا معنا دغيا. ونستمروا في القلي ديالهم حتى يتحمروا لينا بهذا الشكل هذا. راهم ما كياخذوش وقت طويل في الطياب، وصدقوني راهم ما كيهزوش حتى الزيت، كيجيو ناشفين ومقرمشين. وملي نساليو الكميه كامله ديال الخبيزات اللي عندنا غادي ندوزو مباشره، غادي نفتحوهم بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. هانتوما شوفوا كي كيجيو من الداخل طايبين وفي نفس الوقت ما هازين لا زيت لا حتى شي حاجه. غادي نوضعوا فيهم واحد الطريف نتاع الخس بهذا الشكل، وغادي ناخذوا الحشوه ديالنا اللي حضرناها من قبل وبردت تماما، وغادي نعمروهم على هذا الشكل هذا. جربوهم وراهم غادي يوليو معتمدين عندكم في مائده الافطار، وصدقوني راهم كيجيو رائعين ما تشبعوش منهم بلا كتر التماره، وكيوجدوا في الحين والشكل ديالهم كيجي زوين بزاف بزاف ومقرمشين مع الحشوه اللي حضرنا كتضيف ليهم لذه ولا اروع. كيحماقوا عليهم الوليدات، تحضريهم ليهم ياخذوهم معاهم المدرسه، وحتى الكبارين كيعجبوهم. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا اللي كتحضريها بمكونات بسيطه وبطريقه سهله، كتجي رائعه شكلا ومذاقا ما تشبعوش منها. جربوها وردوا عليا الخبر. وحتى لهنا غادي نكونوا سالينا الفيديو ديالنا. كنتمنى يا ربي يكون عجبكم الفيديو، وما تنساونيش اخواتي باللايك ديالكم والبارطاج مع الصحاب والحباب ديالكم. مع السلامه.